احمد نبيل كوكا يريد الرحيل عن النادي الاهلي. اتقال ان تلقى كوكا لاعب وسط النادي الاهلي عرض من نادي قاسم باشا التركي من اجل التعاقد معاه هذا الصيف، والمفاجاه كانت ان كوكا وافق على الرحيل وبيضغط حاليا على اداره الاهلي وقال لهم ان ده الوقت المناسب ان انا احترف في اوروبا. وكمان اللاعب شايف ان فرصه في المشاركه اصبحت قليله جدا في ظل التعاقدات الجديده، وبالنسبه للعرض التركي فكانت القيمه الماليه للصفقه قليله جدا فالاهلي رفضها. ومسؤولي الاهلي حاليا محطوطين في موقف وحش جدا، وده لان اللاعب فاضل له موسم واحد بس في عقده مع الاهلي، وفي شهر واحد اللي جاي ممكن يمضي لاي نادي مجانا. وعلشان كده اداره الاهلي اتكلمت مع ريفيرو مدرب الاهلي وسالته عن كوكا هل محتاجه ولا يسيبوه يمشي. وفي نفس الوقت اداره الاهلي بتسعى حاليا لتجديد عقد اللاعب ولكنه رافض تماما. واتقال ان في مرونه من جانب اداره الاهلي حاليا في مناقشه رحيل كوكا للدوري التركي، ولكن بشرط تحسين المقابل المالي للصفقه بما يتناسب مع قيمه الاهلي واللاعب. في وجهة نظرك يا معلم، هل انت مع رحيل كوكا ولا تجديد عقده مع الاهلي؟